السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا الكرام، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وبإذن الله يكون رمضان السنة دي خير على الأمة كلها. النهاردة بقى علشان خاطر ما تحتريش وما تدوريش كتير على مكنة زبادي ترضيكي. النهاردة هنتكلم عن مكنة الزبادي صناعي، وهقول لكم على مميزاتها اللي خلتني أطمن واشتريها. أول ميزة هي مكنة موفرة للكهرباء، يعني ما بتسحبش منك كهرباء كتير. والميزة التانية عدد الأكواب بتاعتها 8 أكواب، في مكن 4 أكواب، وفي بيبقوا 5 برطمانات، وفي بيبقوا 7 أكواب. والميزة التالتة للمكنة بتاعتنا التصميم بتاعها مفتوح، يعني مفيش حدود للكوبايات بتاعة المكنة، علشان لو لا قدر الله اتكسرت منك كوباية تقدري تحطي اي كوباية بديل عنها. المهم تاخد نفس المساحة وما تبقاش عالية عن الاكواب عشان الغطا يقفل كويس. وده مثال حي، انا اتكسرت من الكوبايات بتاعتي كوباية، جبت كوباية بنفس الارتفاع وبستخدمها في المكنة بتاعتي. لكن شايفين الكوبايات اللي ليها فواصل بتحتاري لغاية ما تعرفي تجيبي شكل الكوباية اللي تقدري تستخدميها في المساحة اللي متحددة لك في المكنة. لكن المكنة بتاعتنا الفواصل بتاعتها مفتوحة. الميزة الرابعة كمان الكوباية نفسها، حجم الكوباية كويس، لا هو قليل ولا هو كتير. الميزة الخامسة الغطا بتاع الكوباية محكم الغلق، علشان خاطر تبقي مطمنة في استخدام الكوباية. شايفين ان هي مفتوحة بالشكل ده، بنقدر نحط الكوبايات بتاعتنا بمنتهى السهولة. الميزة السادسة ودي اللي بتدور عليها ست البيت دايما، الضمان. المكنة معاها ضمان عامين. الميزة السابعة ان المكنة بتاعتنا 10 واط. الميزة التامنة ودي من الحاجات المهمة جدا في المكنة، المؤشر بتاع المكنة. انت المفروض بتسيبي الزبادي في المكنة عدد ساعات معينة، بتعرفي مثلا انت هتفصلي الفيشة على الساعة 6 على الساعة 7، بنحط المؤشر عند الساعة اللي احنا المفروض نفصل فيها المكنة بتاعتنا. بتذكرنا وبتخلينا نعرف امتى الوقت اللي خلاص الزبادي بقى جاهز فيه. كمان المكنة بتاعتنا معاها كتيب بيشرح كل حاجة في استخدام المكنة بالأكواب، بطريقة عمل الزبادي نفسه، بكل حاجة انت محتاجة تعرفيها. الكتالوج او الكتيب ده وافي الشرح جدا، بيعرفك كل حاجة. الميزة التاسعة الازاز والنقاء بتاعه. الكوبايات بتاعتها من ازاز شكله نقي جدا، يخليكي تطمني للزبادي اللي بتعمليه فيه. والميزة العشرة اللمبة اللي بتبين لك ان المكنة شغالة، علشان تقدري تعرفي ان كانت شغالة ولا لا، علشان لما تحطي اللبن وتعمليه زبادي ما تبقيش مش شايفة النور بتاع اللمبة فالزبادي يبوظ منك، ويبقى العيب ان انت ما كنتيش عارفة هي واصلة كهرباء ولا لا. انا حبيت اعمل الفيديو ده علشان اطمنك وعن استخدام، لان ناس كتير جدا بتحب تجرب حاجات، وفي ناس بتقلق وبتحب ان هي تشوف حاجات عن تجربة من اشخاص اخرى. المكنة بتاعتنا بصراحة مكنة جميلة ومميزاتها كتير، فانا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده علشان اقول لكم على مميزات المكنة بتاعتنا. كده فيديو النهاردة خلص، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو عجبك الفيديو هستنى تعملي شير ولايك للفيديو، وتدوسي على زر اشتراك وتفعلي الجرس لو حابة يوصلك مننا كل جديد. وانتظروني في الفيديو الجاي، هنستخدم المكنة مع بعض وهنعمل بيها زبادي علشان تشوفوا الزبادي بيطلع قد ايه كريمي. استنوا الفيديو اللي جاي، واشوفكم على خير، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.